إذا حابة وصفة تاع كاطو تكون سهلة ماهلة اقتصادية وما تشدش كامل اليد، جربي لي هذه الوصفة، يذوب ذوبان في الفم، مشرب حتى القلب تاعو ما يجيش كامل ناشف، خفيف القوام تاعو يشبه القوام تاع لا جينواز، اونتي غير راهو جينواز ولا ميني كيك. جربوه بهذه الطريقة. إذا عندك مناسبة ولا ضيافة ولا عرضات رايحة ديريه ورايح يحمر لك وجهك. بزاف راهم طالبين مني وصفات تاع حلويات بدون شوكولا خاصة في فصل الصيف. هذه الوصفة راهي ليكم ببيضة واحدة أكيد بدون طابع في وقفة وانتيا محضرتيه. جام كبيرة ومليحة كيما نتوما لا فيديو هكا باش توصلوها لأكبر عدد من المشاهدين. واللي أول مرة تزورنا نقولها مرحبا بك تكوني أخت من أخواتي. فعلي الاشتراك فعلي زر الجرس باش تحصلي بالجديد ونروح نشوف مع بعض المقادير وطريقة التحضير. رايحة نحتاج 250 غرام تاع المارغرين تكون طرية بدرجة حرارة المطبخ. في فصل الصيف تجبديها غير ب10 دقائق ولا ربع ساعة من الثلاجة هكا باش لاباط تاعكم من بعد ما تطلق لكمش ليدام هذاك راهي كي تعود الزبدة سايحة بزاف. راح ندير عليها 5 ملاعق تاع الزيت. أنا درت 5 ملاعق تاع الزبدة، ندير عليهم 5 ملاعق تاع الزيت. وصفة رائعة غير احتفظوا بيها. رشة تاع الملح ديما باش نصححوا بها الذوق. تنقص لكم الحلاوة ديك اللي تكون قاوية في الحلويات عليها نديروا الرشة تاع الملح. راح ندير 2 مغارف ممسوحين تاع السكر، سكر حبيبات. ورايحة نطلّع كل شي بالخلاط الكهربائي حتى نحس بلي السكر هذاك بدا يذوب معايا ونوعًا ما تفتح اللون تاع الخليط. تقدري تخدمي غير بيدك ولا بالفوي ولا تقدري تخدمي بالخلاط الكهربائي. أنا هنا فضلت نخدم بالخلاط الكهربائي لأنه قد ما تخلطوها مليح قد ما تمدلكم نتيجة أفضل. نجيب عليهم بيضة متوسطة الحجم وراح ندير عليهم 2 مغارف ممسوحين تاع العسل. ورايحة نخلطها حتى نتحصلوا على خليط كريمي نوعا ما يتضاعف الحجم تاعو كيما كريمة الزبدة. دائما هذا هو سر نجاح الحلويات في الخلط الجيد. خلاص هنايا رايحة نجيب نص علبة تاع الشامية اللي هي حلوى ترك. نص علبة ما يعادل 30 غرام. العلبة هذيك صغيرة ولا ملعقة تكون كبيرة. راح نجيب عليها هنايا 2 مغارف يكونوا معمرين مليح تاع مكسرات أي نوع تاع مكسرات كان عندك أخدمي بيه. أنا كان عندي شوية تاع اللوز بالكوكوثانة تجي روعة. تقدروا ديروا حتى 3 4 مغارف تاع المكسرات. درت هنا عليها 2 مغارف كبار تاع الكاكاو، كاكاو بني نوعية تاعو تكون جيدة ويكون مر باش ما تجيكمش الحلوى تاعكم حلوة بزاف. الكاطو تاعكم ما يجيكمش حلو بزاف. درت عليها باكي تاع لا ليفيغ شيميك ما يعادل 10 غرام. ورايحة نخلط كل شي بالباتير هنا كمرحلة أولى حتى يندمج معايا الكاكاو مع الشمية هذيك مع الخليط السابق. خلاص هنايا من الباتير رايحة نضيف الكمية تاع الفرينة. هنا البنات لازم تعسوها باللي ما تنشفوش لاباط تاعك. مع الأول درت 2 كيسان والكاس الثالث رايحة تضيفوه بالتدريج. تخلطوا المرة الأولى حتى تختفي هذيك كمية تاع الفرينة كامل تحصلوا على خليط متجانس خالي من أي تكتلات. وهذه خطوة ضرورية في المرحلة الأولى اللي نضيفوا فيها الفرينة. بعد اللي تخلطت لي مليح رايحة نضيف عليها الكاس الثالث. نتوما ضيفوه بالتدريج أنا ضفتو دفعة واحدة. نتوما ضيفوه بالتدريج على حساب ملاعق تاع العسل اللي خدمتو بيها والبيضة إذا كبيرة ولا صغيرة. تقدر تديلكم الكاس الثالث تنحيو منه الربع ولا قادر تديلكم ملعقة زايدة عليه. قوامة العجينة ملازمش كامل تكون ناشفة. تبقى واحد طرية شوية لأنه العجينة اللي فيها الكاكاو تبقى تتشرب بالكم. وإحنا مش حابين العجينة تاعنا ولا الحلوى تاعنا تجينا ناشفة هذيك الحلويات الجافة لأنها راح نشربوها. درك نديروا لها الشربات تاعها. شوفوا القوام مع الأول تحسوها باللي طرية بزاف. تخليوها شوية تريح واحد 3 دقايق 4 ترجعوا ليها تلقاوها باللي نشفت. راهي ولات شادة روحها. هنا راح نبدا نشكلها كريات. نتوما ديروها كريات ديروها مقروطات تبقى مسألة اختيارية. لكن كريات اللي هكا تنجزو في وقت قصير. بالنسبة للحجم هنايا ديروها كريات حجم 35 غرام
تكون مليحة بزاف، ولا حبيتيها صغيرة شوية ديري 32 حتى 30، ما ديباسيش ل35، يجيك الحلوى تاعك مليحة برك. فقط هنايا كي تجيو تكوروها ما تهبطولهاش، يعني خليوها هكذاك طالعة، هاد كي تهبط شوي في الفرن تجي بومبي، يعني ما تبلاطيوهاش بيديك، ما ديروهاش مسطحة، تدخلوها الفرن على 180 درجة مسخن مسبقا من الأسفل 15 دقيقة ولا على حساب درجة الفرن تاعكم، حرارة الفرن تاعكم. زدت شعلتلها من الأعلى حوالي 5 دقايق وكانت واجدة. حضرت الشربات، كاسة السكر، 2 كيسان تاع الماء، عليهم عصرة ليمون، إذا مش متوفر الليمون تقدروا تستغناو عليه. درت لها أنا عصرة ليمون وخلّطها شوي حتى ذاب معايا هداك السكر حوالي 70% باش ما تتحجرليش، وحطيتها على نار هادئة متوسطة، من متوسطة إلى هادئة، من بدء الغليان حسبت لها 15 دقيقة، وطفيت عليها، جبت لها هنا ملعقة ماء زهر. نمدلها واحد البنة ما نحكيلكمش، واللي يذوق هذه الحلوى محال يعرف باش راهي مخدومة، والسر تاع الحلوى هذه في هذا الشربات. كنت حبيت ندير لها ملعقة عسل من بعد ما حبيتش، خلاص راهي يعني القوام تاعها مليح، وباش تتشرب لي للقلب تاعها لازم ما تكونش ثقيلة بزاف، وما تشربوهاش بالعسل، ما تعسلوهاش، لازم الشربة تاعكم تكون خفيفة. خليتها واحد 2 دقايق ميم با، لأنه الحلوى راهي خفيفة، شربات باردة والحلوى باردة، ما ديروهمليش سخونين باش ما تذوبلكمش الحلوى تاعكم. وجبت هنا رمّتها في نوا د كوكو في ليه يعني تلصق معاك، تقدروا ترحيوه نوا د كوكو، أنا كان عندي شوية خشين، يعني هذاك الطويل نوا د كوكو الطويل كيما نقولوا أنا النوعية الجيدة تاعو. ونكمل نرمّدهم بنفس الطريقة، ما تخليهمش برك ينشفوا باش كون ينشفوا راه ما يلصقش فيهم جوز الهند. تقدروا تحمصوه ثاني ولا ديروه هذاك جوز الهند المحمص بالكاكاو، تبقى هنا مسألة ثانية اختيارية، أنا حبيت هذا الأبيض فقط بما إنه ذوق تاع الحلوى تاعنا بالكاكاو. ونحط كمية أخرى تجرب، شت مكانش أسهل منها ومكانش حاجة اقتصادية كيفها في وقفة وانتوما محضرين. خلاص هنايا حلوتنا راهي واجدة. نسيت ما حسبتش شحال خرجت من حبة البنات، اللي قادرة تحسب البلاطو تكتب لنا في التعليقات شحال من حبة خرجت، وشوفوا لي كيفاش مشربة القلب تاعها، راهي مشربة القلب تاعها ما تقهمش كامل ولا تحسوها باللي ناشفة. وصفة رائعة تستحق منكم انكم تجربوها، اللي جربتها ترجع تخلي تعليق هكا تشجع الاخوات انهم يجربوها. الى هنا بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير، ملتقانا يتجدد في فيديو اخر ان شاء الله، وسلام.